طبعًا عايزة أقول لكم الكلام اللي هاقوله ده كلام حقيقي، مش مألّفاه، مش متخيّلاه، لكنه بمنتهى الأمانة حصل بجد. كان ليّا صديقة جارتي وإحنا صغيّرين، يعني كُنّا بنلعب مع بعض وكده. كبرنا واتجوّزنا، كل واحدة فينا اتجوّزت في بلد، حتى أنا لمّا جيت اتجوّزت في بلد بعيد عن أهلي، غير اللي أهلي فيها يعني. فكنت في زيارة لوالدتي الله يرحمها، فقُلت لها: "صحيح يا ماما فُلانة دي عاملة إيه يعني وكده؟" باسأل عليها. قالت لي: "اسكتي، ما تعرفيش جرى لها إيه؟" قُلت لها: "لأ، هاعرف جرى لها إيه منين؟" فقُلت لها: "لأ، هاعرف جرى لها إيه منين؟" آآ قالت لي: "يا بنتي حماتها رمتها من الدور التالت وكانت حامل وعلى وش ولادة." قُلت لها: "لأ، أنتِ أكيد بتهزري." قالت لي: "لا والله يا بنتي حصل صحيح، بس البت ما حصلّهاش حاجة." قُلت لها: "ما حصلّهاش حاجة خالص؟" قالت لي: "لأ، ولا هي ولا نونو ولا الBaby يعني وكده." قالت لي: "لأ." قُلت لها: "إزاي؟" قالت: "أنا قابلتها وقعدت معاها لمّا عرفت وكده، هي جات غِضبِت هنا عند والدتها وقعدت معاها وقُلت لها: 'يا بنتي إزاي الولية ترميكِ من الدور التالت والحمد لله إن أنتِ بخير.'" قالت لها: "والله العظيم يا طنط ساعة ما رمتني حسيت إن أنا في إيدين شايلاني من الدور التالت، إيدين شالتني وراحت حطاني على الأرض بشويش بالراحة خالص كده، وقُمت لقيت إن أنا مش فيّا أي حاجة، يعني حتى الحمل بتاعها من فضل الله ما حصلّوش أي حاجة." من هنا نعرف إن كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. سبحان الله العظيم، ربنا حفظها وربنا حماها وربنا ما كتبلهاش أي ضرر يحصل لها عن اللي حماتها عملته فيها. عايزة أقول لكم إن البنت دي كانت طيبة جدا وفي حالها جدا، ومن النوادر لما كنا بنشوفها أو تطلع تلعب. فالكل حما اتقوا الله في بنات الناس، واعتبروا إن مرات ابنك دي زي بنتك، أو شوفي لو بنتك انت هتقبلي إن يتعمل فيها كده من حماتها أو من أهل جوزها. اتقوا ربنا وخافوا ربنا. على فكرة أنا بقول لكم وأنا مش زعلانة وفرحانة جدا إن البنت دي ربنا حفظها وما كتبلهاش أي ضرر، الحمد لله يا رب العالمين. ودي زي معجزة من عند الله سبحانه وتعالى، فحبيت إن أنا أتكلم فيها. أقول لكم سلام.